وايه حكايه التنس بريسلت اللي راجعه موضه وبقوه؟ مبدئيا كده التنس بريسلت مش حاجه جديده، لان بدايه ظهورها كانت 1987. واهم حاجه نعرفها عن التنس بريسلت انه بيجمع بين حاجتين، والحاجتين دول الناس كلها اللي بتحب المجوهرات بتدور عليهم، لانها بتجمع بين الفخامه والبساطه. قطعه كلاسيك مشهوره ومعروفه من زمان، والناس كلها بتحب تلبسها، بتنفع جدا في كل المناسبات وبتليق جدا على اي ستايل. واهم حاجه انها بتكون تحفه جدا في الليرنج، بتنور كل القطع اللي حواليها وبتخلي الفاينل لوك مختلف تماما. وعامه هي بدات ترجع موضه من اول 2022، خصوصا لما بقت اختيار اول لمشاهير كتير جدا، وبقت منتشره جدا على السوشيال ميديا، وناس كتير جدا بتتصور بيها، سواء كانت التنس دي ذهب او الماظ، او هي لوحدها وجنبها قطعه ذهب، او اللينين كله مقاسات مختلفه من التنس. وعامه عندنا في مجوهرات الطويل موجود منه الذهب والالماظ، وعندنا اوبشن كمان زياده في الالماظ ان كل فص ليه شهاده. يعني انت لو معاكي انسيال تنس فيه 30 فص هتاخدي عليهم 30 شهاده. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.